جمهور الهلال وجمهور النصر مثل ما سمعنا من الجماهير اللي بجدة، نسمع أيضا من اللي بالرياض. مقر الفريقين تحديدا من متجر الفريقين للهلال والنصر. نشوف التقرير ونرجع. والله مثل ما تعرف النصر يعني ما حقق البطولة بالمسمى الجديد أو بالنظام الجديد، ومستحيل نجوم النصر إذا شاف الذهب ما يصيرون عنه. والله المباراة نتوقعها بتكون عكس الدوري. الدوري كان الهلال المطالب انه يكون هادي وما يخسر اي شيء، فشفنا العكس، كان نشحن الهلال والنصر بالعكس كان هادي. المباراة هذه في النهائي اتوقع العكس. كل مباراة لها ظروفها، لكن يعني زي ما قلت لك النصر باذن الله يعني في النهائيات ما يخيب جماهيره. ان شاء الله نتمناها مباراة قبل كل شيء، يعني هلال والنصر نتمنى انها تكون مباراة حلوة، واتمنى ان شاء الله التوفيق للزعيم ان شاء الله. يعني ودي اوصل رساله للاعبين ان الهلال يعني ما جلس المده هذه كلها بدون بطولات وهذا، وانتم ان شاء الله انكم قدها، انتم الفريق الاقوى، يعني ثقه تامه بالامر هذا. لا تجعلون بالنهايه احد يستفزكم، العبوا للشعار، العبوا للفنينة، العبوا للتاريخ الذي تملكونه، وإن شاء الله التوفيق من نصيبكم. الهلال فريق كبير لكن النصر أقوى إن شاء الله. هذه نصراوية وبنتي هلالية وولدي هلالي. أعتقد أن الأجواء الإدارية الآن بالهلال أهدى من أول، لأن صار تركيزهم أكثر على الملعب أكثر من برا الملعب. الهلال بدون بطولة هذه ما دخلت، يعني ما تدخل في الهلال، لازم بطولة في موسم واحد على الأقل. والله النصر الموسمين الأخيرين ترى أنه الفريق الأجدر سواء للدوري أو للكأس الملك إن شاء الله. أنا أقدر فريق النصر، أعطيه كل التقدير، لكن ما يوصل مستوى الهلال أبدا.